ندشنا اليوم توزيع السلال الغذائية المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي عبر الخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية، والتي تستهدف مدينة قعطباه ومريس وبقية القرى المحيطة بالمديرية. نتقدم بالشكر الجزيل للعميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، وكذلك للأخوة الهلال الأحمر الإماراتي وللخلية الإنسانية على ما يقدموه لهذه المنطقة، والتي تحتوي على عدد كبير من النازحين وأسر كثيرة من فقراء ومحتاجين، وندعوهم إلى إدراج المنطقة في بقية الأعمال التي تقدمها الخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية. كما أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ باكر مدير المديرية على التعاون وعلى ما يقدمه من تسهيلات في سبيل خدمة هذه المنطقة. الأحمر على ما قدم لهذه المديرية، وهي تستاهل لأنها في الخط الناري والحدود. ونشكر الأخ طارق محمد عبد الله، ونشكر كل من قام بهذا الشيء العمل الرائع، وشكرا جزيلا لكم. وهذه المنطقة تستحق المديرية لكونها المضحية والتاريخية قعطبة، ومعروفة بكونها بكل شيء.